السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اعلم عبد الله علمني الله تعالى وإياك أن الإسلام العظيم مبني على أصلين عظيمين. الإسلام العظيم مبني على أصلين عظيمين. فأما الأصل الأول ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأما الأصل الثاني أن نعبد الله تبارك وتعالى بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده عز وجل بالأهواء والبدع، وإنما نعبده عز وجل بما شرع، لا يعبد بالأهواء ولا بالبدع. فهذا أمر عظيم، أصلين عظيمين ينبني عليهما هذا الإسلام، فهو مبني على أصلين عظيمين. فأما الأصل الأول ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، وهذا تحقيق أنك تشهد أن لا إله إلا الله. وأما الأمر الثاني هو أن تعبد الله تبارك وتعالى بما شرع، هو تحقيق أنك تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام العظيم مبني على هذين الأصلين، وهذين الأصلين هما حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح لا بد أن يكون مشروعا، ولا بد أن يفعل كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله عز وجل، هذا هو الخالص، أن يكون لله رب العالمين. والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عبادة لم يتوفر فيها شرط من هذين الشرطين فهي غير مقبولة. فلا بد أن يجتمعا معا: إخلاص لله تبارك وتعالى، والأمر الثاني متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإجمال. وأما التفصيل فالأصل الأول وهو أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، فلا تفعل
أي عبادة إلا لوجه الله رب العالمين، ولا تعبد إلا الله وحده لا شريك له، فلا تحب مخلوقا كما تحب الله، ولا ترجو أحدا كما ترجو الله، ولا تتوكل على أحد إلا على الله، ولا تنذر إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تركع ولا تسجد إلا لله، ولا تحلف إلا بالله. فأهل الإخلاص أحوالهم لله، وأعمالهم لله، وأقوالهم لله، وعباداتهم لله. فهؤلاء هم أهل الإخلاص الذين حققوا الأمر الأول، وهو ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. فالأمر الأول ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. فلا يجوز لعبد أن يعبد الله عز وجل ويعبد مع الله تبارك وتعالى غيره، وإنما ينبغي أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له. وأما إذا عبد الإنسان أحدا مع الله تبارك وتعالى فقد وقع فيما وقع فيه الأوائل الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا يعترفون أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، وأن الله عز وجل هو الرازق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم لم يعتقدوا أبدا أن الآلهة التي كانوا يعبدون تخلق شيئا، وإنما كانوا يتخذونها وسطاء بينهم وبين الله رب العالمين، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالأصل الأول ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. فهذا أمر من عقيدة المسلمين، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فلا يعبدون إلا الله ولا يعبدون مع الله إلها آخر، بل يصرفون جميع الطاعات الواجبة والمستحبة، جميع العبادات المشروعة يصرفونها لله رب العالمين، فلا يسجدون إلا لله، ولا يطوفون إلا لله ببيت الله، ولا ينحرون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يحلفون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يدعون أحدا إلا الله. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان إذا ترك التوحيد ولم يحقق التوحيد وقع في الشرك والعياذ بالله. وقد يقع الإنسان في الشرك وهو لا يشعر، قد يحلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم ما شئت. مع أن الرجل قال ما شاء الله وشئت، والنبي صلى الله عليه وسلم صحح له في الرواية الثانية ما شاء الله ثم ما شئت، والواو وثم كلاهما من حروف العطف. ولكن ما الفرق؟ الفارق كبير. ما شاء الله وشئت فجعل مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم
مساوية لمشيئة الله رب العالمين. ما شاء الله ثم ما شئت جعل مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمشيئة الله عز وجل، وليست مساوية لمشيئة الله رب العالمين. فالإنسان ينبغي عليه أن يحذر الشرك. قال أهل العلم: لو قال الإنسان لولا الكلاب لسرقنا اللصوص وقع في الشرك، وهو لا يشعر. لولا الكلاب سرقنا اللصوص يقع في الشرك. ولكن لولا الله تبارك وتعالى ولطفه بعبده لسرقك اللصوص، وهو عز وجل الذي جعل أسبابا تحول بينهم وبين سرقتك. فينبغي أن ينسب الأمر كله لله رب العالمين، وهذا من تعظيم الله عز وجل. الشرك أعظم ذنب على وجه الأرض، أعاذني الله تعالى وإياكم من الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ينبغي علينا أن نحذر أبناءنا من الشرك، ويعلم ولده بأي شيء بدأ: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا رأيت ولدك يحلف بغير الله تبارك وتعالى فقل له: لا تشرك بالله، وعلمه كيف يحلف وبأي شيء يحلف وماذا يقول إذا حلف، ولا تتركه هكذا حتى لا ينشأ على ما تعود عليه. فلابد أن نراعي هذا مع أبناء المسلمين حتى لا ينشأوا يحلفون بغير الله رب العالمين ولا يعلمون، ويتركون الصلاة ولا يؤمرون، ويسبون ويلعنون ولا يعاقبون، فعلى أي شيء ينشأون؟ ينبغي أن نعلم أبناءنا توحيد الله تبارك وتعالى، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع منهاج أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والشرك أيضا محبط للأعمال مخرج من ملة الإسلام. يبقى الشرك أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به. الشرك محبط للأعمال، الشرك يخرج من دائرة الإسلام. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأنبياء والمرسلين من قبله. ولقد أوحي إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والمشرك هو من صرف نوعا من أنواع العبادات لغير الله رب العالمين. من هو المشرك؟ من صرف نوعا من أنواع العبادات لغير الله رب العالمين. فينبغي على العبد ألا يصرف العبادات كلها إلا لله. الدعاء عبادة فلا تصرف إلا لله. فمن دعا ميتا أو دعا صالحا أو دعا وليا أو استغاث بهم فهذا كله من الشرك والعياذ بالله رب العالمين. من فعل ذلك كان مشركا برب العالمين، متبعا غير سبيل المؤمنين، مخالفا لما جاء به إمام النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى هو الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا
وهو تبارك وتعالى الذي يدفع الضر عنا ويجلب النفع لنا، فينبغي أن لا يدعى إلا هو عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أعاذنا الله تبارك وتعالى وإياكم من الشرك ظاهرا وباطنا، وجعلنا وإياكم على التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسل كل دعوتهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة كل نبي ودعوة كل رسول قالها نوح وهود وصالح وشعيب، وكل رسول أرسله الله رب العالمين: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتحقيق هذا الأصل من أهم المهمات ومن أعظم الأمور، وهذا هو طريق الإصلاح الذي جاء به الرسل. فمن أراد الإصلاح بغير هذا الطريق الذي صار عليه الأنبياء فهو سائر على غير سبيل، مخالف للبشير النذير صلى الله عليه وسلم. وإنما من أراد أن يصلح وأن يكون إماما في الإصلاح فليتبع سبيل المصلحين، سبيل الأنبياء والمرسلين. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى أرسل في أمة فيها من الأمراض ما الله تبارك وتعالى به عليه. منهم من كان السحر عندهم منتشرا، ومنهم من كان يطفف المكيال والميزان، ومنهم من كان يأتي الذكران من العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في أمة تفعل المنكرات وتأكل الميتات وكانت تفعل الأفاعيل. فمن أي شيء بدأوا؟ هل بدأوا بإصلاح الاقتصاد أولا حتى إذا ما صلح أصلحوا السياسة؟ هل أصلحوا الاجتماع أولا ثم بعد ذلك أصلحوا كذا وكذا؟ وإنما اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لأن العباد إذا استقاموا وصلح الحال مع الله رب العالمين أصلح الله رب العالمين لهم كل شيء. إذا أصلح العبد ما بينه وبين الله أصلح الله تبارك وتعالى ما بينه وبين الناس. ومن أراد إصلاحا بغير هذا الطريق فهو سائر إلى طريق ليس فيه إلا الذل والصغار والخذلان لمن خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد هذا هو الأصل الأول. ينبغي على الإنسان في كل عباداته لله، الأصل الأول ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. ينبغي علينا في هذا الأصل من تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى. فالإخلاص في جميع الأعمال الصالحة، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فكل ما يفعله المسلم من الأفعال المشروعة ينبغي أن تكون لله رب العالمين. هذا أمر مهم، لأن الإنسان إذا لم يخلص ووقع في الرياء، كما أن من لم يوحد الله تبارك وتعالى وقع في الشرك. من لم يخلص وقع في الرياء. من لم يحقق التوحيد وقع في الشرك والعياذ بالله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن أول ثلاثة تسعر بهم النار ثلاثة من أصحاب الأعمال العظام: عالم قارئ، ومجاهد في سبيل الله رب العالمين، ورجل منفق في سبيل الله تبارك وتعالى. أعمال صالحة مشروعة. فلماذا كانوا أول من تسعر بهم النار؟ لأن الثلاثة كلهم يقول لله تبارك وتعالى: فعلت هذا لأجلك،
وابتغاء وجهك، يقول الله تبارك وتعالى كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل فعلت ذلك ليقال، فعلت ذلك ليقال، فعلت ذلك ليقال، ليقال عنك عالم، ليقال عنك جواد، ليقال عنك شجاع جريء. فكانوا أول من تسعر بهم النار، مع أن الأعمال صالحة يتقربون بها إلى الله، ولكنهم لا يقصدون بها وجه الله عز وجل. فهذا أمر مهم. قال تعالى: واجعل هذه الآية في قلبك حاضرة. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الذي يفعل الأعمال الصالحة يريد بها الدنيا، يأخذ عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر، فهذا يريد أن يجمع بين الأمرين معا، يريد أن يكون له أجر في الآخرة عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يريد أن يذكر بين الناس، ولا يجتمعان. إما أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى وحده، وإما أن يكون لغير الله. وإذا اجتمعت فيه النيتان لله تبارك وتعالى ولغيره لا يقبله الله رب العالمين. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء، لا يقبله الله تبارك وتعالى. فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا القانون العظيم، قال: إن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه عز وجل. فينبغي أن يكون سعيك لله، وجلوسك في مجالس العلم لله، وحضورك الصلوات لله، والنفقة تكون لله، وعيادة المريض لله، واتباع الجنائز لله. فأعمالك وأحوالك وأقوالك جميعها لله، لتكون من أهل إياك نعبد. فإن أهل إياك نعبد أعمالهم لله، وأحوالهم لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله، وبغضهم لله. فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله رب العالمين. فهذا هو الأصل الأول، ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. من لم يحقق التوحيد وقع في ماذا؟ وقع في ماذا؟ وقع في الشرك. من لم يحقق الإخلاص وقع في الرياء. من لم يحقق الإخلاص وقع في الرياء. الأصل الثاني أن نعبد الله تبارك وتعالى بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده عز وجل بالأهواء والبدع. فلا يعبد ربنا تبارك وتعالى إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وكل عمل بلا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يزيد العامل من الله تبارك وتعالى إلا بعدا. كل عمل لا يقتدي فيه العبد برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزداد به من الله عز وجل إلا بعدا، لأن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع،
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله أمره، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، ولا عبادة إلا ما جاء بها صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للعبد أن يخترع عبادة يتقرب بها إلى الله رب العالمين. ينبغي على العبد أن يسأل نفسه هذا السؤال: هذا العمل الذي أفعله لماذا؟ هل هو للناس؟ هل لأبلغ في قلوبهم محمدة أو أنال به ثناء أو لأرتفع في أعينهم، أم هو لله رب العالمين خالصا؟ هذا هو السؤال الأول. فيأتي السؤال الثاني: خالصا هذا العمل الذي أفعله هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا الفعل هو من هدي الآباء والأجداد، أم هو من الأعراف والتقاليد، أم هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا ميزان الأعمال الصالحة. إنما الأعمال بالنيات، هذا ميزان الأعمال في الباطن لا يطلع عليه إلا الله. وأما ميزان الظاهر فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو الميزان، ميزان له كفتان، ظاهرا وباطنا. فأما الظاهر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من تقرب إلى الله تبارك وتعالى بعبادة لم يفعلها صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على قائلها وفاعلها كائنا من كان. قال تعالى وهو يبين لنا وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: آيات كثيرة فيها رد على القرآنيين الذين قالوا نكتفي بالقرآن، بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. في القرآن العظيم إذا كنتم رضيتم بالقرآن حكما، في القرآن أمر الله عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ ما جاءنا عنه صلى الله وسلم وبارك عليه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: هذه آية حاكمة على كل من ادعى محبة الله عز وجل وليس على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. ولهذا قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أن يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته عز وجل إياكم. وهذا أعظم من الأول، لأن الأمر أو لأن الشأن ليس أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. الكل يدعي محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن من هو الذي يحبه الله عز وجل؟ ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. قال الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية،
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والآيات في هذا الشأن وفي هذا المعنى كثيرة لا تعد ولا تحصى يرحمك الله. لما طاف ابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنه ببيت الله الحرام، فكان ابن عباس لا يستلم إلا الركنين اليمانيين، وأما معاوية فكان يستلم الأركان الأربعة. فقال له ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. فقال معاوية ليس من البيت شيء مهجور، هذا بيت الله، لماذا نستلم ركنين ونترك ركنين؟ فماذا قال ابن عباس؟ فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فسكت معاوية ورجع عن قوله ووافق ابن عباس رضي الله عن الجميع. فمعاوية احتج بأن البيت كله معظم لا يهجر منه شيء، فأجابه ابن عباس بأن العبادات يجب فيها اتباع ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، ليس لأحد أن يشرع برأيه عبادة لما يراه في ذلك من تعظيم الشعائر، فالشرع ما شرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرع. تجد بعض الناس إذا مات ميت يجمعون الناس يفعلون له ختمة، اصنعوا لأخيكم ختمة واجعلوا الثواب موهوبا له. قراءة القرآن من أجل العبادات ومن أفضل العبادات عند الله، ولكن هذا السؤال اسأل هل هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه عبادة نفعلها نقصد بذلك القرب من الله رب العالمين، ونقصد بهذا ثوابا يصل إلى هذا الميت. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا ينفع وسكت صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله ولم يخبرنا أحد به؟ إن كان فعله حمل إلينا كما حملت إلينا أخباره وآثاره صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يقف الإنسان عند الحد ويعمل بالشرع ولا يتبع الهوى. يسأل هذا السؤال: هذا العمل لمن؟ لله. هل هذا العمل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك القائل: يا أخي وماذا نصنع؟ نحن نقرأ كلام الله رب العالمين، اقرأ كلام الله ما شئت، ولكن هل هذا الاجتماع مشروع وهذه النية مشروعة؟ إن كانت مشروعة فنحن أولى الناس بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان معك هذا الأصل كنت على الجادة السوية المستقيمة إن شاء الله رب العالمين. السؤال الأول: لمن هذا العمل؟ النية ولا شك إن شاء الله تعالى هي لله رب العالمين، لا نقصد بذلك محمدة عند أحد. إذن هذا العمل هل فعله رسول الله أم لم يفعل؟ فعله رسول الله. السؤال الثالث: كيف فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لابد من معرفة الكيفية، لأن هناك من الناس يأتي إلى عمل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن على كيفية غير الكيفية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك الأذكار بعد الصلاة مثلا، هذه الأذكار مشروعة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الله مشروع على كل حال، ولكن كيف كان يذكر صلى الله عليه وسلم؟ كان يذكر 33 33 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل يجوز لأحد أن يأتي يقول نسبح الله تبارك وتعالى 100 ونكبر الله تبارك وتعالى 100
ونحمد الله تبارك وتعالى 100. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بعد الصلاة فيقول أيها الناس سبحوا الله 100، فيأخذ الناس في تسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أيها الناس احمدوا الله 100، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كبروا الله 100. الأصل مشروع، لكن هل هذه الكيفية وهذه الطريقة مشروعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد من إخلاص النية، ولا بد من تصحيح الكيفية. لا بد من إخلاص النية، ولا بد من تصحيح الكيفية، أن تفعل الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعله، من غير زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان. فالخير كل الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قبل الحجر الأسود، الحجر الأسود، هناك بعض الناس يقول الحجر الأسعد. من أين جاءت الحجر الأسعد؟ المذكور في السنة الحجر الأسود، فنسميه كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نتأدب مع هذا الحجر ففيه فضل كثير معروف. الأدب، حق الأدب هو التزام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأدب كله، التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما قبل الحجر الأسود قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، أعتقد ذلك وأؤمن بذلك، فأنت حجر لا تنفع ولا تضر، فأنا لا أقبلك أرجو منك نفعا ولا أخاف منك مضرة. إذا لماذا تقبله طالما أنه لا ينفع ولا يضر؟ لأن فيه إشارة لأن أهل الجاهلية كانوا يظنون في أوثانهم نفعا أو ضرا، فيخاطب الحجر أنا أعلم جيدا وأعتقد هذا أنك لا تنفع ولا تضر، إذا لماذا تقبله؟ إذن يقول ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فأنا أقبلك اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على العبد أن يراعي هذا. والإمام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي يجب اتباعه ولا يرد شيء من أقواله ولا يتقدم كلام على كلامه هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. إذا ظهرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبينت وظهرت لا ترد لقول أحد من الناس. فينبغي على العبد ألا يجعل له إماما متبعا مطاعا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهدر كل الأقوال لقوله ولا يتقدم قول على قوله ولا يعظم قول كتعظيمنا لقوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أجمعت الأمة على قول على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمسك بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحق ما وافق الكتاب والسنة ولو كنت عليه وحدك، فأنت أمة مؤيد منصور إن شاء الله رب العالمين. ما هو الحق؟ لا يعرف الحق بكثرة ولا يعرف الحق بفصاحة اللسان ولا بشدة البيان، وإنما يعرف الحق بالكتاب والسنة. الحق ما وافق الكتاب والسنة ولو كنت عليه وحدك فأنت مؤيد منصور إن شاء الله رب العالمين. وهناك فتوى يعني أريد أن أجعلها في آخر المحاضرة ولكن لها موضوع معنا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الفتوى سؤال موجه لشيخ الإسلام رحمه الله. يقول السؤال أو يقول السائل ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل سئل إيش مذهبك؟ فقال محمدي،
أي أنا سائر على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، أتبع كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه رضي الله عنهم. فقال له القائل: ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهبا، ومن لا مذهب له فهو شيطان. فقال، أي هذا الرجل الذي قال أنا محمدي على الكتاب والسنة، فقال الذي يقول له: يجب عليك أن تتبع مذهبا، يجب عليك أن تكون في جماعة، يجب عليك أن تكون في حزب. قال: إيش كان مذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ وإيش كان مذهب عمر؟ وإيش كان مذهب الصحابة من بعدهم؟ فقيل له: لا ينبغي لك إلا أن تتبع مذهبا من هذه المذاهب، فأيهما المصيب أيهما على الحق أفتونا مأجورين. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه فتوى في مجموع الفتاوى، قال: الحمد لله، إنما يجب على الناس طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأولي الأمر إنما تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنطيعهم في طاعة الله ورسوله لا استقلالا. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقوله، ولا يجب على المسلمين التزام مذهب معين غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما جاء به وجب على العبد قبوله والعمل به. وهذا أمر مهم ينبغي على الإنسان أن يتجرد فيه، فلا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله، لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينبغي أن يطاع وأن يتبع وأن يقتدى به صلى الله عليه وسلم. لأن في هذا الزمان ظهرت آراء رجال وظهر أقوام إذا حدثتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لك قال فلان. تقول لهم صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك السنة على رأسنا، ولكن قال الشيخ فلان كذا وكذا، وهو أفقه بالواقع. سبحان الله. وأين نذهب بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين نذهب بهديه؟ ونذهب بسنته؟ ونذهب بأقواله؟ لا عزة ولا نصرة ولا رفعة ولا كرامة إلا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المخالفة، تأمل في قول الأئمة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. المخالفة لا تأتي إلا بشؤم ولا تأتي بخير أبدا. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. هذا قول في غاية الدقة والأهمية. قال ابن كثير: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. فليحذر أي فليخشى من خالف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق
أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. المخالفة لا تأتي إلا بشر وسوء. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. صلى الله عليه وسلم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فمن اتبع الرسل فهو مؤيد منصور، ومن خالفهم واتبع غير سبيلهم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمخالفة لا تأتي بخير ولا يتأتى من ورائها خير أبدا. ومن زعم أن المخالفة تأتي بخير فقد زعم مستحيلا. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أي بينا واضحا، لأنه ترك الصراط المستقيم وأخذ صراطا يوصل إلى العذاب الأليم. هذا قانون لا يجامل أحد حتى ولو كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القانون، قانون المخالفة تأتي بالذل والصغار. هذا قانون لا يجامل أحد حتى ولو كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعلم بارك الله فيكم ما حدث في أحد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة ألا يغادروا أماكنهم: وإن رأيتمونا تخطفتنا الطير فلا تغادروا أماكنهم. وظن الرماة أن المعركة قد انتهت، فهي مخالفة غير متعمدة. خذ هذا في الحسبان، هي مخالفة غير متعمدة. هم حسبوا وظنوا أن المعركة انتهت وأن الغنائم تجمع، فما لنا وللوقوف على الجبل. إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن نقف حتى تنتهي المعركة، وقد انتهت المعركة. ظنوا ذلك، فالتف المشركون من خلفهم، واختلطت سهام القوم بعضهم ببعض، وحدثت مقتلة عظيمة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل 70 من أصحابه، وقتل أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، ووقع النبي من على دبته، وجحش شقه، جرح، وكسرت رباعيته، ودخلت حلقات المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم. كل هذا والمسلمون كان لهم النصر، فلما خالفوا كانت الدائرة عليه. قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. يسألون كيف نهزم ونحن نحارب أعداء الله وتحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقائد هو النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، كيف نهزم؟ قل هو من عند أنفسكم فلا تلوموا إلا أنفسكم ولا ترجعوا باللوم إلا على أنفسكم. فالذل والصغار على من خالف النبي المختار صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا أصل عظيم بني عليه الإسلام العظيم. فالدين الإسلام العظيم مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. لا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبده بالأهواء والبدع. فالناس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم مع هذين الأصلين على 4 أقسام. القسم الأول أهل الإخلاص والمتابعة، فهؤلاء هم أهل إياك نعبد على الحقيقة، فهم قولا وعملا وحالا لله، وأعمالهم على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلني الله وإياكم من هؤلاء. القسم الثاني من لا إخلاص عنده ولا متابعة، كالذين يعملون أعمالا غير مشروعة يراؤون بها الناس. العمل غير مشروع
والنية فيه لغير الله، فهؤلاء لا إخلاص عندهم ولا متابعة، وهؤلاء هم أضل الخلق، أعاذنا الله تبارك وتعالى من سبيلهم. القسم الثالث أهل الإخلاص من غير متابعة، فيتقربون إلى الله تبارك وتعالى بأعمال يخلصون النية فيها لله، ولكنها لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعمالهم مردودة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. القسم الرابع من يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، ولكنهم لا يريدون بذلك وجه الله عز وجل، وإنما يقصدون بذلك أن يقال، ويقصدون بذلك وجه الناس، ويقصدون بذلك محمدة ورفعة وثناء، فهؤلاء أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله. فينبغي علينا أن نحقق الأمر ألا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع، لا نعبده بالأهواء والبدع. فالبدع حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فكل عمل لا يراد به وجه الله تبارك وتعالى فليس للعامل فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله وما لم يأذن به رسول الله فليس من الدين في شيء، فليس من الدين، ليس من الدين في شيء. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ينبغي على العبد ألا يتبع الهوى. أهل الأهواء سموا بأهل الأهواء لأنهم يتبعون أهواءهم. المفروض أو المفترض أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل الأهواء لأنهم يتبعون الهوى. لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فالهوى إله يعبد من دون الله رب العالمين. فاحذر أن تفعل شيئا في دين الله تبارك وتعالى بهواك، وإنما ينبغي أن يكون على وفق ما جاء به نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد أن يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه. فينبغي على الإنسان أن يحافظ على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة هي سفينة النجاة. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فاطلبوا النجاة في التمسك بهذين الأصلين العظيمين. وقد حذر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى تحذيرا شديدا من مجالسة أهل البدع والأهواء، والأمر يختلف على حسب أحوالهم وعلى حسب دعوتهم إلى بدعهم وعلى حجم هذه البدع. فإن كنت ترى الرجل مبتدئا لا يعرف شيء ولا يدعو إلى شيء ولكن لبس عليه، فهذا تجالسه، تدعوه إلى الله رب العالمين وتبين له الحق من الصواب، فهذا ملبس عليه. وأما إذا كان يدعو إلى بدعته مشتهرا بها ويدعو الناس عليه بل ويحذر من أهل الحق، فهذا ينبغي على المسلمين أن يحذروا منه، لأن المجالسة إذا رآك الناس تجالسه
فظنوا في مجالستك له دعوة إلى ما هو عليه، بل قالوا لو كان على خطأ لما جالسه فلان، فهذا دليل على أن هذا الرجل ليس على خطأ. والبدع شرها عظيم وخطرها مستطير، لأنها إحداث في دين الله رب العالمين. البدعة أمرها عظيم. واعلم أنه ليس في الإسلام بدعة حسنة. ليس في الإسلام بدعة إيه؟ بدعة حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. هل قال هناك بدعة حسنة؟ هناك سنة حسنة، ليس هناك بدعة حسنة. ما معنى السنة الحسنة التي قال عنها رسول الله: من سن في الإسلام سنة حسنة؟ هي السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أميتت واندثرت، فجاء بعد ذلك داع يدعو الناس إليها ويبين للناس أن هذه سنة مهجورة متروكة، فهذه سنة حسنة. والسنة لا تكون سنة أبدا إلا إذا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكون سنة أبدا إلا إذا فعلها رسول الله، فهذه السنة الحسنة. أما أن يقال هناك بدعة حسنة فأين الدليل على ذلك؟ يقول النبي: وكل بدعة ضلالة. فهذه قاعدة كلية لا يستثنى منها شيء أبدا، فليس في الإسلام بدعة حسنة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس إيه؟ وإن رآها الناس حسنة. فإذا استحسنها الناس ورأوها حسنة فهي ضلالة، لأنها بدعة. فلا يجتمع في الأمر الواحد وصفين مختلفين، لا يقال عنه سنة وبدعة، ولا يقال عنه مشروع وغير مشروع، ولا يقال عنه يقرب إلى الله ويبعد عن الله. فالأمر لا يوصف بوصفين مختلفين متضادين أبدا. فلا يقال بدعة هي بدعة، كيف تكون حسنة؟ كل بدعة ضلال. فهذا أمر عظيم ينبغي على الإنسان أن يعرف أن هذا الأصل هو من أعظم الأصول التي قررها علماء الإسلام رحم الله أمواتهم وحفظ الله تعالى أحياءهم. دين الإسلام العظيم مبني على ماذا؟ على أصلين. الأصل الأول، ما هو الأصل الأول؟ ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهذا تحقيق ماذا؟ تحقيق لا إله إلا الله. الأصل الثاني ألا نعبد الله تعالى إلا بما شرع، لا نعبده بالأهواء ولا بالبدع. وهذا تحقيق أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ترك التوحيد ومن لم يحقق التوحيد وقع في الشرك، ومن لم يحقق الإخلاص وقع في الرياء. أوجب الله تبارك وتعالى علينا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لنا مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز أن يتقدم قول على قوله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ أبدا. هل المخالفة تأتي بخير؟ هل يجوز أن نخالف الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوى المصلحة وبدعوى كذا وبدعوى كذا؟ فكم من مخالفة ارتكبت بدعوى المصلحة. هل يجوز أن نخالف بدعوى المصلحة؟ لا يجوز أبدا. فالخير كل الخير في اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذين أصلين عظيمين أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس أو استمع إليه، ولمن دل عليه وأرشد إليه، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وشكر الله تبارك وتعالى لكم حسن استماعكم، وسلام الله تبارك وتعالى عليكم ورحمته وبركاته.